ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم اماني من قناه نيمو دايز. زي ما انتم شايفين كده عملنا كفته الفراخ بطريقه سهله وبسيطه جدا. بطاطسايه واحده تقدري تعملي منها احلى كفته فراخ. حتتين فراخ او 3 حتت فراخ بالكتير قوي هتعمل لك زي ما انتم شايفين الكميه الحلوه دي، تقدري تاكلي وبالف هنا وشفا. يلا بينا نشوف الطريقه. هجيب بطاطسايه مسلوقه زي ما انتم شايفين كده، سلقتها كانت كبيره، وعندنا كام حته فراخ قطعتهم، وعندنا بصله كبيره كده مفرومه. جبت الكبه بتاعتي وحطيت كله على بعضه وفرمتهم، ما فرمتهمش قوي قوي يعني، تمام، نص فرمه كده زي ما انتم شايفين. وجبت هنا البهارات بتاعتي، عندي ملح وعندي فلفل اسود وعندي حبه كمون صغيرين وعندي كاري وكركم وبابريكا وبهارات فراخ، تمام. هبتدي ادلق كل البهارات بتاعتي دي على الفراخ بتاعتي هي والبطاطس والبصل زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هبتدي اقلبهم كلهم مع بعض لحد ما يتجانسوا مع بعض. الاكله دي من اسهل الاكلات اللي ممكن تعمليها، تكون سريعه جدا. وزي ما انتم شايفين كده جبت معلقتين من الدقيق وحطيت عليهم كمان معلقه بقسماط، تمام. هبتدي اقلب كده كله مع بعض، تمام. طبعا الدقيق والبقسماط هيخليها متماسكه مع بعضها، تمام. زي ما انتم شايفين كده جبت بالظبط 3 معالق من الزيت او معلقتين من كبار من الزيت عشان ادهنهم في ايدي وانا ببلبع الفراخ بتاعتي. هنا حطيتهم في حاجه كبيره كده شويه، تمام. وجبت هنا معايا بيضه حطيت عليها حبه فلفل اسود، وجبت هنا بقسماط. الاول بنزل الكفته بتاعتي في البقسماط، بعد كده بنزلها في البيض، بعد كده ارجع انزلها تاني في البقسماط زي ما انتم شايفين كده. طبعا الطريقه دي سهله جدا زي ما بقول لكم، وموفره جدا 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 اهو. مفيش اسهل من كده، متاخدش وقت خالص ولا مجهود، تمام. وحطيت هنا جبت بالظبط معلقتين من السمنه، حطيت عليهم معلقتين من الزيت، تمام. وفي اي طاسه عندك حطيها على النار، بس استني اما تلاقيه نحاس ان هو سخن. وهبتدي احط فيه الكفته بتاعتي. طبعا سامعين صوت القطر ولا اكنكم سامعين حاجه، تمام. هنا مش هقلب على طول طبعا، اوكي، عشان الكفته ما تلزقش من تحت. هستنى انها تاخد لون، تمام. زي ما انتم شايفين كده خدت لون من تحت، انا قلبتها على الوش التاني وهرجع اقلبها تاني، تمام، لحد ما تديني اللون الحلو الجميل ده. والف هنا وشفا عليكم. وانا حطيت كده تحتيها جرجير عشان تبقى حلوه قوي بالجرجير. عندك بقدونس حطي، عايزه تزينيها باي حاجه حطي، بس الاكله دي بتحلاش غير بالجرجير، تمام. شكلها حلو جدا ومقرمشه ومحرفشه. عايزه تضيفي اي توابل تاني براحتك اللي يعجبك، بس الاكله دي من اسهل الاكلات ومن اسرع الاكلات. لو وصلتي لحد هنا ما تنسينيش في اللايك. اللايك ما بيعملش حاجه، اديني لايك بس، حطي لايك. تعرفوش احنا والله العظيم 3 عبال ما اعمل مونتاج واعمل الاكل واصور لكم، وسمعت صوت القطر زي ما انتم شايفين، يعني بصور في اي مكان وبتكلم في اي مكان. كنت بدقها لكم بجد حلوه جدا، يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. وبقول لكم اهو ادوني لايك، ايه اكتر من كده بقى؟ بألف هنا وشفا عليكم وعلينا احنا كمان. عايزين حاجه مني؟ يلا هقول لكم سلام.